أهلا بكم في النقاش، ونقاشنا عن هذه الزيارة، زيارة الدولة للرئيس إيمانويل ماكرون. ماجد نعم يذكرني خلال الفاصل بأن ترامب ذهب، ولكن ترامب ذهب قبل التجديد لولاية جديدة للرئيس الصيني. سعيد بأن يكون معي في الاستوديو يونس بالفلاح، أستاذ الاقتصاد السياسي، حسن العبيدي أستاذ في المعهد الأوروبي في جامعة جنيف الذي يغرد، تابعوا تغريداتها ستفهمون. ماجد نعمة مدير تحرير مجلة أفريكازي الشهرية الصادرة في باريس. أهلا وسهلا بكم. لم أقل عبثا بأن حسن عبيدي يغرد، لأننا يمكن أن تشاهدوا تغريدته هذا الصباح عن زيارة ماكرون. أريد أن أرى تغريدة حسن عبيدي على الشاشة. محمد شنتور، تغريدة حسن عبيدي. تأخرت كثيرا يا محمد شنطر، تغرد دائما. طيب، التغريد سهل، إعادة بناء الثقة بين الجانبين سهلة؟ يعني ليست سهلة، لكن ماكرون في النهاية يكتشف فرصة تاريخية بالنسبة له. أولا صحيح أنه الرئيس ترامب زار في شهر نوفمبر الصين، لكن هذه أول زيارة لزعيم أوروبي. الدبلوماسيين في باريس يقولون بأن الصين يعني بذلت جهد كبير من أجل أن تكون أول زيارة لرئيس ماكرون في آسيا تكون للصين، والصينيين قرأوا جيدا كذلك خريطة العلاقات الدولية، ورأوا بأن ماكرون يعني يمكن أن يكون شريك ومحاور استراتيجي مهم جدا بالنسبة للصين بعد خيبة أمل في الرئيس ترامب، وكذلك ما تفضلت به في المقدمة من انغماس بريطانيا في البريكسيت، ألمانيا كذلك تفكر في مرحلة ما بعد إسبانيا في كاتالونيا، إسبانيا كذلك في كاتالونيا، وبالتالي من الصعب إيجاد بديل للاتحاد الأوروبي. لكن في نفس الوقت ماكرون دائما يتحدث بأوروبا. إذا رأيت حتى في خطابه قال باسم أوروبا، لا ليس من فرنسا، لأنه في النهاية يستمد قوته ويستمد شرعية كذلك من أوروبا، باعتبار أنه هو فعلا لديه شرعية مهمة جدا. والعالم يرى خاصة الصين بأن فرنسا أكثر استقرار، وأن فعلا يمكن الاعتماد عليها ويمكن التحاور معها كشريك جديد أساسي. ثم الشكل مهم 3 أيام، يعني أتذكر زيارة هولندا كانت تقريبا 37 ساعة بالضبط، كانت يعني يوم ونصف، يعني في حين أن هذه زيارة ماكرون زيارة مهمة جدا. ثم أعتقد أنه أنت تزور الصين كرئيس فرنسي فقط بعد 6 أشهر و7 أشهر من وصوله للإليزي، وهذا مهم جدا. يعني عادة أبدا عادة الزيارات الدولية خاصة حصلت حتى المقارنة مع دوغول مع زيارة سابقة، وهذا أمر معروف ومنطقي جدا أنه دبلوماسيا تكون الزيارة بعد سنة وسنة ونص من الممارسة الدبلوماسية يذهب إلى الصين. هو بدأ بزيارة للصين. والنقطة الأخرى أعتقد أنه قضية مهمة، أنه الجو الدولي والإقليم الدولي، المتغيرات الدولية هي كذلك يعني تتحكم في هذه الزيارة. ما يحدث الآن في المنطقة لديها تأثيرات كبيرة على هذه الزيارة. ويبدو أن ماكرون هو من هواة فيروز. زوروني كل سنة مرة نستمع ما قاله ماكرون. قررت اعتماد طريقة ترتكز على الاستماع والاقتراح والمضي قدما وبناء الثقة لنرسم سويا طريق الولاء والثقة المتبادلين. لذلك سأعود إلى الصين مرة واحدة على الأقل كل سنة طوال مدة ولايتي. يونس بالفلاح، عجبتك فكرة زوروني كل سنة مرة؟ مهمة إعادة بناء ثقة حتى على الصعيد الاقتصادي خاصة. أنا أظن أنه ماكرون يعني كان اليوم أداء دبلوماسي نشيط فاعل مؤثر، مختلف على أداء ساركوزي وعلى أداء فرانسوا أولاند. أنا أظن كان محاولة أنه يتم انسلاخ فرنسا من التبعية للولايات المتحدة الأمريكية. ساركوزي مع ألكسندر جوهري. صحيح، هذه بكل تأكيد وحتى فرانسوا أولاند. لكن اليوم ماكرون عنده نوع من الاستقلالية في اتخاذ القرار على مستوى الدبلوماسية. رأينا لقاءات متعددة خاصة مع دول محورية مثل حالة تركيا مؤخرا، اليوم زيارة للصين بشكل هام. التحدي اليوم في زيارة الصين أولا هي رسالة للقوى العالمية وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية على أن فرنسا تقف على مسافة واحدة مع كل القوى العالمية. والنقطة الثانية هي المصالح الاقتصادية بالدرجة الكبيرة. العلاقات الصينية الفرنسية غير متوازنة اقتصاديا، هناك عجز في الميزان التجاري بين البلدين ب30 مليار يورو. ولكن يعني عندما زار شيان هناك من تحدث عن العكس، الطابع الثقافي، الطابع الديني، الطابع الانفتاح على الأديان هو الذي طغى، خاصة على
المحطة الأولى من هذه الزيارة، هذه أدوات الدبلوماسية. وكأنه لا يريد أن يظهر. هو طبعا حتى على الصعيد الدبلوماسي لا يحاولون الإظهار بأن الأمر يتعلق فقط بإبرام صفقات. هو حتى أنه ربما أول مرة رئيس فرنسي يذهب للصين ولا يتحدث على مسألة حقوق الإنسان وعلى الديمقراطية، وهذه نقطة جدا ووعد مهمة. بالحديث ولكن خارج الكاميرا، خارج بعيد عن الكاميرا، صحيح. واستعمل مثلا مسألة الاختلاف مثلا ما بين فرنسا والصين في مسألة الطاقة، في مسألة البيئة، في مسألة الإيكولوجيا والاحتباس الحراري، كي يكون بوابة لفرنسا للحصول على صفقات مثلا في مشروع طريق الحرير. بالنسبة كذلك فيما يخص الاستثمارات الفرنسية، يعني الاستثمارات الفرنسية كبيرة في الصين، يعني حوالي 36 مليار يورو من استثمارات. هناك أكثر من 1000 مقاولة فرنسية موجودة في الصين تشغل 600 ألف مواطن صيني. ولكن هذا لا يقارن بما تستثمره الصين في أوروبا. استثماراتها فرنسا تظل ضعيفة مقارنة مثلا باستثماراتها في بريطانيا أو في ألمانيا، وخاصة فيما يتعلق بالصادرات. هناك نقط محورية على مستوى العلاقات الاقتصادية. لكن أنا أتذكر ماكرون مثلا نقطة محورية في كتابه قبل الانتخابات، كان صدر كتاب اللي هو كتاب ريفولوشن، ثورة لماكرون، قال بأننا علاقتنا مع الصين يجب أن تشكل فرصة أكثر منها خطر، لأن كان هناك مجموعة من الإصدارات التي خرجت في فرنسا تحدثت على أن الصين هي خطر بالنسبة للدول الأوروبية، هي منافس اقتصادي كبير، أن التين الصيني سوف يغزو الأسواق الأوروبية. اليوم هناك إعلاء للمصالح المشتركة وخاصة للمصالح الاقتصادية في مواجهة كل التحديات أو المخاطر التي يمكن أن تفرضها الصين على السوق الأوروبي. طيب ماجد نعمة يعني ذهب، وأكيد تابعت بأننا نتحدث عن التغريدات حسن عبيدي. ماكرون أيضا لا بأس به فيما يتعلق بتويتر. تابعت الحصان نشيط جدا. الحصان سوف نرى وسوف ترى. الحصان الرئاسي على فكرة. هذا الحصان للحرس، طبعا للحرس يعني. الرئاسي. لا نرى الحصان يا محمد شنتور، هل يمكن أن نرى الحصان حتى يراه؟ وأطرح السؤال على ماجد نعمة. يبدو أن الجماعة طيب هذا هو الحصان على تويتر. حصان ممتاز. الحصان، لا ترى الحصان؟ ترى الحصان. طيب الحصان سيروض التنين، لأن هذه هي ترجمة اسم ماكرون بالصيني. لا أعتقد أنه ذاهب إلى الصين لترويض أي الصين أو أي يعني طبعا فرنسا تاريخيا لها صورة براقة جذابة في الرأي العام الصيني. نحن نذكر أنه في الستينات عندما كانت فرنسا الرائدة في الاعتراف بالصين كممثلة للشعب الصيني وحول مقعدها في مجلس الأمن حتى 63-64، يعني كانت الصين بملايينها آنذاك 700 مليون كانت خارج، كانت تمثلها فورموزا أو تايوان. طبعا الصينيون لا ينسون ذلك، وكذلك لا ينسون أيضا أعتقد الماضي الاستعماري لفرنسا وبريطانيا من خلال حرب الأفيون وما إلى ذلك. ولكن يعني أعتقد أن أي دولة تريد أن تقيم علاقات حقيقية واستراتيجية عليها أن تتجه إلى الصين. يعني اطلب الاستثمار، اطلب استراتيجية ولو من الصين. الصين هي وعادة تطلب العلم ولو كانت كلها هذه الدول. يعني مثلا ترامب أول زيارة قام بها الرئيس الصيني كانت لترامب في الولايات المتحدة بالكاد عدة أسابيع بعد انتخابه، وثم ونحن كنا نسمع التهديدات الكبيرة التي كان يقولها ترامب على تويتر ضد الصين، أنه سيريهم ما يريهم وسيعاقبهم. ثم قام بزيارة مميزة جدا إلى الصين مع عائلته وتحدث في مكان لن يذهب إليه ماكرون طبعا بكل تأكيد. لذلك أعتقد أن هذه الواقعية السياسية، ونحن نعلم أن العقيدة الجديدة للدبلوماسية الفرنسية هي التي نادى بها ماكرون، هي الواقع هو الواقع، علينا أن نتعامل مع الواقع، ليست لا الإيديولوجيا ولا السياسة الأخلاق وكذا. طبعا هذا لا يعني يلغي ذلك، ولكن العلاقات بين الدول أنت فهمت المصالح المشتركة. فهمت ماذا تقصد حقوق الإنسان. يعني هناك تركيز وكلام واضح بأننا سنتطرق إلى هذا الموضوع، ولكن في إطار خاص جدا بين الرئيسين وليس للعلن.
يعني الهامش المناورة ضعيف جدا لدى ماكرون، هو ضعيف حتى لدى يعني القادة الأوروبيين. يعني من الصعب جدا الحديث علنا على هذا الموضوع، لأنه في النهاية في حساسيات كبيرة جدا. ثم هناك اقتناع لدى بعض القادة الأوروبيين بأنه إعطاء بعد إعلامي وسياسي لقضية حقوق الإنسان لا يخدمها بالضرورة، خاصة ما أنه يعني سجل الصين في مجال احترام حقوق الإنسان، كذلك سجن الصحفيين الصينيين إلى غير ذلك، يعني مهم جدا. لكن في نفس الوقت الصين يعني لم تعترض على إعطاء حق اللجوء السياسي لفرنسا للعديد من الفنانين الصينيين وبعض الصحفيين الصينيين الذين وجدوا لجوء سياسي في فرنسا. أنت أشرت إلى قضية أنه فرنسا لا تريد الحديث على الصفقات، وهي نقطة مهمة، لأنه في النهاية الذي يتابع الأمور الاقتصادية الصينيين يعني معروفين بصلابة وقوة جدا في التفاوض الاقتصادي. من الصعب جدا أن تحصل على صفقة بسهولة. بالمناسبة 250 مليار دولار هي نسبة هي الحصة التي تحصل عليها ترامب في أثناء زيارته إلى الصين. إلى حد الآن لم تتم يعني ترجمة أي وعود. يعني عملية اقتصادية، فقط وعود اقتصادية. وبالتالي فرنسا تذهب وهي واقعية ولا تريد أن تسبق قضية العقود الاقتصادية حتى أن لا تصاب بخيبة أمل، وفي نفس الوقت تريد أن لا تقول بأن هذه الزيارة ليست اقتصادية، باعتبار أنها لن تكون كذلك زيارة لحقوق الإنسان وليس وزيارة كذلك لمد فقط الجسور. نقطة أخيرة هي مهمة، ماكرون قال نقطة أساسية، قال ما يسمى بالسياسة متعددة الأطراف. هذه نقطة مهمة. يعني في النهاية يعني لما ترى أنه الرئيس الصيني اقطاب يعني متعدد الأقطاب يكون حاضر في يعني في قطب ما يسمى بالعولمة اللي هو دافوس، يعني يعطي خطاب ويتحدث على العولمة. يعني انه بالنظر للخطاب الذي ألقاه الرئيس الصيني والذي فهم على أساس أنه انفتاح جديد، انفتاح اقتصادي كبير جدا. مم. يعني في نفس الوقت انه الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأنه السياسة الآن هي سياسة أحادية، وأنه لا دور للمنظمات الدولية، لا دور للقانون الدولي، لا دور كذلك لسياسة متعدد الأطراف، لابخوش ملتيلاتيرال. ترى أن الصين بالعكس تحاول أن تعمل في هذا الاتجاه. ولذلك فرنسا كذلك سبقت ما يسمى بالباكت استراتيجيك، يعني أنه أن يكون هناك عقد استراتيجي، تحالف اتفاق استراتيجي فيه قضية المناخ، فيه قضية السياسة متعدد الأطراف، أي حل الأزمات بطريقة تعددية، وهذه مهمة. يعني عودة في النهاية للأمم المتحدة. فرنسا تحتاج إلى الصين في غياب أطراف أخرى أساسية داخل أوروبا وكذلك خارج أوروبا تتعامل معها. وبالتالي فعلا هذه مفارقة مهمة، أنه في النهاية تصبح الصين الدولة الشيوعية تصبح طرف أساسي في سياسة العولمة، لأنه دولة منفتحة. الصين هي مصنع العالم الآن. الصين كذلك أصبحت يعني دائما موجودة في دافوس اللي هو يعني مركز سياسة العولمة. هذه نقطة أعتقد أساسية جدا. وماكرون أحسن ناس عرفا بالصين، لأنه كان وزير اقتصاد وكان شغله الأساسي كان خاص بالصين. وعلى فكرة هو الذي قال هذه الجملة أنه لدانك سيوبينغ رابح، والقضية لا يهم لون الصين، المهم هو أن يعرف كيف يصطاد الفئران في جريدة لا ديباش. أعتقد أنه سيصطاد. أنا أعتقد يعني هو زيارته وهذا الاستقبال يعتبر أنه أول فوز. يعني هو يركز كثيرا على مسألة المناخ ويؤكد على مسألة المناخ، ويبدو أن الصين خاصة في اتفاق باريس لعبت دورا أساسيا. نتابع ما قاله ماكرون عن قضية المناخ من مدينة شيون. لو أن الصين غيرت رأيها في العام الماضي فإن اتفاق باريس كان من الممكن ألا يصمد، ونحن مدينون كثيرا لقرار الصين بالبقاء في هذا الإطار. لقد أثبتتم بذلك حقيقة وعيكم وأكثر من ذلك في هذا العالم الذي يحتاج لدول كبيرة ومسؤولة، ولقد أظهرتم إحساسكم الهائل بالمسؤولية. الكلام جميل، ولكن ماذا عن الصدقية على الأرض؟ صحيح. لا، هي ربما التركيز على مسألة عندما نرى من أكبر الدول الملوثة، أكيد أكبر دولة ملوثة، هي أكبر دولة ملوثة، لكن في نفس الوقت وهذه هي المفارقة الصينية. لا مشروع في 2020 صحيح أن هي أول مستثمر في الطاقات المتجددة، يعني هي أول مستثمر ابتداء من 2020 يعني ما زال وقت لكن هناك الصين قوتها اليوم، قوتها في الاستثمار، قوتها في الرصيد المالي الموجود الذي يجعل من الصين أنها قوة كبيرة. يعني أنا أضيف على ما قال الدكتور حسني فكرة العولمة، فكرة أنه اليوم الصين هي أول دولة تقوم بمشروع يمكن أن نصفه بأنه مشروع عولمي. طريق الحرير مشروع سوف يمر من 65
65 دولة في العالم بقيمة 1000 مليار دولار. يعني الحرير ولا طريق الحرير؟ طريق الحرير. لا ركز معي حسني. طريق الحرير. لا نتحدث عن منطقة أخرى. أنت تتحدث عن منطقة أخرى. طريق الحرير 65 دولة، يعني المشروع جد كبير بالنسبة للصين، وقوة الصين كذلك كمنافس لفرنسا في الاستثمارات الإفريقية. لا يجب أن ننسى أن الصين هي اليوم ولكن أول هو مستثمر ذكر، في هو إفريقيا. حذر، وسنتحدث مع ماجد هذه النقطة حسنا فعلت في مسألة تحذير من العودة إلى الأخطاء التي ارتكبتها الدول التي استعمرت إفريقيا في مجال التعاون. في مجال التعاون، صحيح. هذه القروض التي تسمى بالقروض الوحشية لدول غير قادرة على تسديد هذه القروض. صحيح. وحتى مسألة نقطة الحقوق الإنسان أنا أضيف عليها، لأنه ربما كانت هذه النقطة تثار في زيارات الرؤساء والزعماء الغربيين دائما للصين. الإنسان نتحدث عن 276 مليون كاميرا، ستضاف إليها 200 مليون كاميرا لمراقبة، يعني كل كاميرا ستراقب شخصين في الصين. تراقب شخصين وأنت تحت المراقبة. لكن أنا أظن حتى الصينيين اليوم يعني ليست لهم مطالب كثيرة، يعني ما خص مثلا حقوق الإنسان، يعني كاين تحسن في مستوى العيش، كاين واحد النوع من العولمة في الصين لا تتحدث عن حقوق الإنسان ولا تحب من يتحدث عنها ولا تعطي دوريس فيها. طيب فيما يتعلق بإفريقيا نقطة مهمة أيضا تحدث طبعا عنها. يعني مجموع الاستثمارات الأفريقية الصينية في أفريقيا هي عمليا 400 مليار دولار، ليست أكبر مستثمر الآن في القارة الأفريقية. الأوروبيون يقولون أن هذه القروض زادت من مصاعب الدول الأفريقية على صعيد الميزانية. لا أعتقد ذلك. هذا ما نسمعه. عندما تبني السدود وسكك الحديد وهناك الكثير من المنح، لا، وليست هي بالقوة المسلحة ولا أيضا تتدخل في شؤون، يعني في شؤون دول. ليست هناك شروط سياسية وغير سياسية يعني مثل ما بيقولوا غانيون رابح. والصين تفتش عن مصادر للطاقة وعن أسواق جديدة، وليست لديها قوات عسكرية باستثناء جيبوتي. هناك تسهيلات عسكرية جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة وفرنسا، وشاركت الصين أيضا في محاربة القرصنة. صحيح. مع الهند أيضا. يعني كل هذا الإعلام لا يذكره كثيرا، ولكن الصين الآن هي المستثمر الأول في القارة الأفريقية، جنوبها وشمالها، يعني بدون استثناء. وطبعا هناك مشكلات بالاستثمار، خاصة أنه هي تنافس. هناك مؤسسات صينية، هناك هجرة صينية إلى أفريقيا طبعا، ولكن هذا لا يعادل ولا بأي شكل من الأشكال ما عرفناه في عصر الاستعمار، عندما كانت تنهب ثروات أفريقيا وهناك التعذيب. يعني صحيح جميل أن نتكلم اليوم عن حقوق الإنسان، ولكن كانت حقوق الشعوب آنذاك، سواء بالجزائر، بالمغرب، بأفريقيا بكاملها. لذلك أعتقد أن الأمور قد تغيرت، المعادلات الاستراتيجية تغيرت، وأفريقيا ستصبح القارة الأولى ديموغرافيا في العالم، والصين بحاجة إلى أفريقيا بحكم جوارها. مع أنه علينا أن لا ننسى أن البحارة الصينيين كانوا أول من قاموا بجولة حول أفريقيا منذ قرون من الزمن. لذلك أعتقد أن العلاقة بين فرنسا، بما أن الموضوع هو فرنسا بحاجة إلى الصين في أفريقيا أولا مساعدة اقتصاديا، لأن معظم هذه الدول هي دول هشة وبحاجة للمساعدة في بناها التحتية وفي إطفاء الحرائق. وحتى الآن لا أعتقد أن الصين كانت طرفا مباشرا في صراعات داخلية داخل القارة الأفريقية. طيب حسن عبيدي، هناك تركيز على محاولة إعادة التوازن في المجال التجاري بين الصين والدول الأوروبية. قبل أن نطرح عليك سؤال، نستمع ما قاله ماكرون فيما يتعلق بالتجارة. رؤانا تتقارب أكثر فأكثر، ومن الممكن أن تتطابق عندما يتعلق الأمر بالسلام والاستقرار. وعلينا الآن أن نعمل معا على تقريب وجهات نظرنا. هذه القواعد المشتركة عندما نتحدث عن التجارة بين الدول، هذا هو أيضا ما جئت للقيام به، وفي هذا الطريق علينا التقدم معا.
يعني حسني ما تصنعه الصين يعني لا يعد ولا يحصى، يكفي أن تزور وأنت زرت مثل مالي والعديد من الدول الأفريقية، والبضائع الصينية يعني لا تحصى ولا تعد. هل من باب المقارنة بين أوروبا والصين في هذا المجال، كيف يمكن للصين أن تعامل أوروبا بالمثل في هذا المجال؟ يعني هو المسألة في التصدير وفي الاستيراد. يعني هي نسبة الاختلاف تقريبا مثلا، يعني الاستثمارات الصينية زادت في أوروبا بتقريبا أكثر من 22%، في مهم. حين يعني المعاملة مثل غير موجودة. غير موجودة. ولذلك ماكرون هو على فكرة يعني يعول على هذه الفكرة. يعول على هذه النقطة، لكن في نفس الوقت هناك أصوات أوروبية داخل الاتحاد الأوروبي لا تتفق مع ماكرون في الدفع بقوة نحو فتح المجال وفتح الأسواق الأوروبية للصادرات الصينية أكثر ما هي أصلا تحصل على طبعا. امتيازات كبيرة بموجب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. ولذلك الدول الأوروبية تحاول الدفاع على أسواقها، مم. وتحاول الدفاع كذلك على منتجاتها، وتحاول الدفاع على اقتصادياتها. هذه نقطة مهمة جدا. في نفس النقطة أعتقد هو يعني ربما المشاهد العربي المشاهد الإفريقي مهتم بهذه النقطة. أنت أشرت إلى قضية إفريقيا. يعني مهم. الصين صحيح هي أكبر مستثمر في إفريقيا، لكن هي حسب يعني العديد من الاختصاصيين المختصين في قضايا الاستثمار وحتى منظمات دولية مثل ترانسبارنسي، مهم. هي أكبر دولة راشية في إفريقيا. صحيح. يعني بالحسابات امتياز يعني يعني. يعني عقود الامتيازات اللي بتعطى للشركات وأنت الصينية. تعلم أن الأفارقة لا يحبون الرشوة. يعني هذه تقريبا، لا انا اقول تقليد. يعني انت عارف مثلا في جنيف وزوريخ هي اماكن معروفه لقضيه الشركات اللي تقوم مثلا سواء بتجاره مثلا الكاكاو، تجاره كذلك القهوه، بالاضافه الى النفط. يعني الان هناك العديد من الشركات مسؤولين صينيين امام محاكم نظرا لقضايا رشوات بملايين الدولارات لاعطاء امتيازات لشركات صينيه بدون اي الاجراءات القانونيه، اي مناقصه مفتوحه ومناقصه عامه. وتشتكي بعض الشركات الاوروبيه التي تقول انها لديها يعني دفتر تحملات صعب جدا خاص بالدول الاوروبيه فيما يخص بالمنع من اعطاء رشوات الى ذلك لمسؤولين، في حين ان الصين ليس لديها هذا المانع، وهو عامل في النهايه غير مباشر يحد من قدره بعض العديد من الشركات ان تصل الى ذلك. توتال مثلا وشركات اخرى احيانا تضطر ان تتعامل مع الشركات الصينيه لان تكون لديها موقع قدم في افريقيا. وهذه نقطه مهمه لانها فعلا يعني تهلك يعني مضره جدا باقتصاديات افريقيا، وهي بقضيه انه الذين ينتفعون فقط هي النخبه الافريقيه وليست الشعوب. يعني في النهايه يجب أن نفهم بان الاقتصاد الصيني مش اقتصاد شيوعي، يعني هو فقط يريد ان يستفيد. صحيح ربما يعني هناك خلق مناصب شغل، لكن في النهايه هو الاساس ان تكون الصين. نقطه اخيره هي الخاصه بقضيه افريقيا وقضيه منطقه الساحل. ماكرون يريد، لذلك سماه بالحلف او لنقول الباكت، العقد الاستراتيجي. هو يريد ان يقول للصينيين انتم تستفيدون من افريقيا، لكن في افريقيا معرضه لازمات وهزات امنيه خطيره جدا في منطقه الساحل يريد يمكن ان إدراج تعود. مجموعة الخمس. بالضبط، في مجموعه الساحل، وانه هو يطالب. يحاول أن يقلع ألمانيا كمان الصين. لا، المانيا يعتبر قضيه حسمت، لكن الصين وعد فيما يتعلق بالدفع. بدفع مالي يعني. والسعودية 100 مليون. السعوديه الإمارات. والإمارات. 100 مليون. بالنسبه لالمانيا هي يعني تساهم يعني منذ فتره، لكن ماكرون طلب يعني اضافه ماليه. هناك وعود المانيه بالدخول. الان ماكرون يريد ان يقنع كذلك الصين بالمساهمه ماليا في ميزانيه مجموعه ساحل 5، لانه بالنسبه لفرنسا هي قضيه امنيه جدا. طبعا. وماكرون يريد ان يقول انه استثماراتكم الاقتصاديه تحتاج الى تامين، والتامين لا يمكن ان يتحقق بدون أن تساهموا وجهد في مالياً. مجال مكافحة الإرهاب، هذا هو القصد. ده بالضبط داخل في ما يسمى بالعقد الاستراتيجي. طيب، بدأنا في الجانب الدولي، ولكن تحدث أيضا عن ما ينتظره ماكرون وما تنتظره فرنسا من الصين فيما يتعلق بكوريا الشمالية. فيما يتعلق بكوريا الشمالية هناك خياران فقط: إما أن ننقسم ونسمح لكوريا الشمالية بمواصلة استفزازاتها وتحدي سلطتنا وتهديد سلامة العالم، وبعد ذلك وبعيدا عن الخطر المباشر فإن عملية مكافحة انتشار الأسلحة النووية بأكملها سيتم نسفها، أو أن نثبت القدرة على ممارسة الضغط سويا على بيونغ يونغ حتى يعود النظام إلى طاولة المفاوضات. وسيظهر بعد ذلك أن مفهوم الأمن الجماعي لا يزال ذا مصداقية. ماجد نعمة، أريد أن أسألك، عندما يرى أو ترى الصين أن تخبط الإدارة الأمريكية يعطي أكله بالنسبة لكوريا الشمالية،
كيف يمكن للصين أن تضغط على كوريا الشمالية في حين أن تبعنا ما قاله ترامب أنه مستعد للحوار والتفاوض؟ نعود إلى جذور المسألة. كان هناك اتفاق أمريكي مع المجموعة الأوروبية حول كوريا الشمالية، والذي مزقه هو إدارة ترامب. بوش ليس ترامب. ب- واستمر الديمقراطيون ولم يفتحوا أبواب الحوار، رغم أنهم هم الذي بدأوه أيام كلينتون. لذلك الحل هو ليس بالتهديد، ليس هناك حرب. الحرب لا يمكن أن تكون على كوريا الشمالية، لأن هذا سيؤدي مباشرة إلى دخول الصين. يعني خاصة عندما نتذكر أهوال هذه الحرب الأولى عام 1951 ببداية الخمسينات، يعني بضحاياها بمئات الآلاف بمدن. 80% من المدن الكورية الشمالية دمرت. يعني الحرب ليست كلمة بسيطة بالنسبة لهذه المنطقة، والصين لن تسمح ولا حتى روسيا تسمح بمثل هذه الحرب، لأنها تهدد مصالحهم مباشرة. لذلك أعتقد أن ليس هناك حلين، هناك حل واحد: المفاوضات. ولا أعتقد أن كوريا الشمالية لا تريد المفاوضات، ولكن ما هي شروط هذه المفاوضات؟ يعني عندما تقول شروط المفاوضات، هل هي بنشر مثلا صور لسفن تنقل بضائع وتنقل؟ يعني أنت تفرض العقوبات من الذي يتأثر بالعقوبات؟ هم الشعب البسيط. يعني في كل دول العالم فرضت عقوبات، من الذي دفع الثمن؟ في العراق من الذي دفع الثمن؟ في ليبيا، في سوريا، في كل مكان، في السودان، جميع هذه الدول، وكوريا الشمالية منها. يعني عندما تمنع النفط من الوصول إلى كوريا الشمالية، يعني أولا تشجع الفحم الحجري، وهذا ضد سياسة المناخ الذي ينادي به الرئيس ماكرون والعالم بأجمعه. لذلك أعتقد أن التعقل، وأعتقد في نهاية الأمر أن رأينا أن ترامب رغم تهديداته وعنترياته في نهاية الأمر سيعود ويطلب من الصين وروسيا التدخل لأجل إيجاد حل مناسب. وأيضا هناك يعني أنا أخشى ما أخشاه أن نعيش مع إيران نفس السيناريو، أن يمزق الاتفاق النووي. هذا ما تخشاه إيران على الأقل. هذا ما يعني تقوله. هذا ممكن، هذا ما ممكن تقوله على المدى القصير جدا. في العقوبات الاقتصادية. يعني تابعت بالتأكيد هذه الصور لسفن محملة بالبضائع، وترامب قال انظروا الصين لا تحترم ما قررناه، وهذه العقوبات أنت على مرمى حجر من هذا البلد، يعني تستغل هذه الفرصة وتصدر. صحيح. أنا أظن أنه مسألة كوريا الشمالية بالنسبة للصين مختلفة. يعني أكيد أنه الصين لا تخدم مصالحها أن يكون تقارب مثلا ما بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، لكن في نفس الوقت لا تريد الحرب. يعني هذه حالة الجمود، حالة الستاتيكو اللي هي اليوم غالبة على المشهد. لا حرب ولا سلم. لا حرب ولا سلم هي المهمة، لأنه اليوم الواضح والكل يدرك أن كوريا الشمالية أصبحت ورقة روسية صينية تستعمل لتهديد الولايات المتحدة الأمريكية. واضح الأمور بشكل كبير، ولاحظنا أنه خاصة خلال فترة ترامب يعني زادت نسبة التوتر، وهذه يجب أن نتعامل معها بالخلفيات. يعني إذا كانت كوريا الشمالية تستعمل كورقة يعني تهديد، وخاصة تصريحات زعيم كوريا الشمالية في مواجهة ترامب، حتى ترامب يستعمل نفس الورقة، يستعمل هذا التهديد لجلب يعني موارد مالية من دول أخرى، وعلى رأسها اليابان وعلى رأسها كوريا الجنوبية. فاليوم هناك استعمال لهذه القضية لمزيد من الحصول على المزيد من الصفقات. أكيد أن الصين لن تحترم، لكن أنا أؤكد على فكرة أنه العزلة لن تؤدي إلى نتائج. يعني لدينا تجارب كلها أثبتت فشلها. تم عزل إيران لمدة عدة سنوات، تم عزل المجموعة من الدول، لكن نلاحظ أنه برغم أن الصين ليست تلك القوة العسكرية التي يمكن مقارنتها لا مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا مع فرنسا، لكن في نفس الوقت هناك صعود لبعض الآراء السياسية مؤخرا. خلال العقد الأخير رأينا مثلا الصين قامت فيتو في القضية السورية، هذه كانت سابقة بالنسبة لمجلس الأمن. رأينا الصين تتخذ مواقف في مسألة الدول منطقة شرق آسيا. رأينا الصين لديها مواقف مثلا في المجموعة من القضايا الإفريقية. وهنا أؤكد على أنه فكرة صحيح أن الصين اليوم هي أكبر دولة تقيم مثلا تبادل تجاري يقارب 200 مليار دولار مع إفريقيا، لكن المقاربة مختلفة. المقاربة ليست المقاربة الفرنسية بمقاولات معروفة، لا، هي مقاربة تعرف الخبايا الإفريقية، تعتمد على الأشخاص أكثر ما أنها تعتمد على المؤسسات. وهنا تأتي قضية الفساد وقضية الرشوة في الصفقات.
طيب أنت استبقتني فيما يتعلق، لأن قرأت مثلي بالتأكيد كل الصحف الفرنسية نقطة مهمة أشار إليها وكنت أريد أن أسألك عنها. ثقل الصين في مجلس الأمن. ربما تمت محاولة ترويض الدب الروسي خاصة فيما يتعلق بالملف السوري أو ملفات أخرى ولم يحصل ذلك. ربما هي محاولة أيضا لجلب الصين في هذا المجال، هناك تعويل كبير على الصين، يعني يعني عودة الصين لأن الصيني لا يتحدث ولكن له موقف. يعني أنا أتذكر في الأزمة الليبية، وأنت متابع الأزمة الليبية وأنا كنت في ليبيا، يعني كان الحديث حول يعني رفض الصين للاعتراف بحكومة موازية للحكومة ما بقي من الحكومة في وقت القذافي. في نفس الوقت كان هناك وفد من وزارة الخارجية الصينية يتفاوض معه في بنغازي. يعني هناك واقعية معروفة لدى الصين. هناك تعويل من قبل الرئيس ماكرون أنت كذلك أن تلعب الصين دور أساسي في مجلس الأمن في العديد من القضايا، ليست فقط قضايا مناخية ولكن قضايا دولية. ثم يجب أن ننسى بأن الصين في النهاية هي ثاني قوة اقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، لكن القوة الاقتصادية الأولى للأسف على رأسها إدارة سياسية يعني فيها شبهات حول مدى فعلا عقلانيتها في أخذ قرارات السياسية. النقطة الثانية وأعتقد مهمة هو كذلك الصين تحتاج، يعني هناك عرف صيني، الصين تحتاج إلى دائما إلى محاور، إلى شريك. رغبة الصين في وصول ماكرون في هذه الظروف بالذات يعني أن الصين ربما لم تكن مرتاحة جدا للإدارة الأمريكية ترامب بعد هذه التهديدات مع كوريا الشمالية. كوريا الجنوبية قامت بمبادرة مهمة جدا وحيتها كوريا الشمالية، وهي أنها ألغت المناورات العسكرية مع الولايات المتحدة رغم أنها كانت فعلا سنوية، مما يعني أن هناك ربما والآن بداية وعي جديد في هذه المنطقة بأنه في النهاية يجب أن تعيد النظر في سياسة الرئيس الأمريكي في هذه المنطقة. وربما الصين أعتقد تكون دور محوري، دور الدولة المعتدلة، لأنه الرئيس الجديد معروف عنه حسب قراءات أنه لأن احنا اعتقدنا أن الصين لم تتابع الحملة الانتخابية، ولكن تبين حسب دبلوماسيا أن الصين تنفست الصعداء عندما فاز ترامب لأنها خشيت أن تأتي مارين لوبين أمامه ترامب. قال يعني نحن نتابع باهتمام ما يجري في فرنسا. لكن هناك خوف، لأنه في النهاية عندما فرنسا بقوة شعبوية يعني هذا يخيف الصين. لما فوز ماكرون في النهاية تنفست الصين السعداء، أولا لأن القادة الصينيين لديهم معرفة كبيرة بماكرون عندما كان وزير الاقتصاد والقضايا الاقتصادية كانت قضايا أساسية. ثاني لأنه الصين فعلا استثمرت في الرئيس ماكرون وفي النهاية النتيجة كانت إيجابية بالنسبة لهم. طيب ماجد، يعني أنت تتابع أيضا كل ما يتعلق بآسيا بحكم مجلة أفريقيا أزي، ولكن أنا أذكرك في 2004 في قمة الاتحاد الأفريقي في الخرطوم، يعني عدد الدبلوماسيين من الشباب الذين يتحدثون لغة عربية يعني لا تصدق عندما تسمع. يعني كانت توجد قمة إلى جانب القمة للصينيين يتعاملون مباشرة مع كل من يتحدث العربية باللغة العربية. يعني هذا يذكرني بما جرى بحرب أكتوبر 1973 عندما توجهت معظم الصحافة الغربية إلى دمشق، وأنا ذاك فتحت الأبواب أمامهم. عندما كنت تتكلم مع الصين تسأله تتكلم بالفرنسية أو الإنجليزية، يجاوبك أتكلم بالعربية. يعني من هذيك قريب هم من الشبان يتحدثون يعني عربية، يرفضون طبعا وهذه أعتقد ولكن يتحدثون لغة عربية طبعاً سليمة إلى أبعد الحدود. طبعا في مصر وفي سوريا وفي العراق وهذا اختصاص أيضا الدبلوماسية السوفيتية ثم الروسية. الآن الولايات المتحدة عندما تذهب إلى بعض الجامعات ترى أن الكثير من العسكريين يتعلمون اللغة العربية لأنهم فهموا أنهم لكي يتواصلوا مع هذه المنطقة لابد من أن يفهموا حضارتها وثقافتها ولغتها بكل تأكيد. وهذا بالنسبة لأفريقيا أيضا لديهم وكالة أنباء منتشرة في كل العام. أحيانا عندما كنا نحتاج إلى صورة لا نجدها إلا عند الوكالة الصينية. صحيح. أسعار زهيدة جدا يعني. لذلك أعتقد أن الصين تتميز بالصبر الاستراتيجي. الآن هي بحاجة لتبني نفسها. صحيح أنها كما يقال الاقتصاد الثاني في العالم، ولكن علينا أن نرى الوقائع ما هو مدخول الفرد ما يزال زهيدا. 20,000 دولار بالنسبة لأمريكا 53,000، يعني الفوارق بعدها كبيرة. ثم أن هناك 300 إلى 350 مليون
أصبحوا من الطبقات الوسطى، ولكن هناك الباقي. لابد أيضا من كسب السوق المحلية، رفع عدد المنتمين إلى الطبقات الوسطى. بدون ذلك أعتقد أن وهذا ما يفسر لماذا أن الصين ما تزال صابرة وليست لديها سياسات عدائية أو هجومية تستثمر بالمال بالتنمية بكل هذه التنمية المستديرة حتى في المناخ، لأن هذا من مصلحتها. ولكن عندما تستفز، وأنا أذكر بالنسبة لليبيا تكلمت آنذاك مع دبلوماسيين صينيين، قلت له هل الآن بعد أن سقطت ليبيا هل ستستعملون تمتنعون عن التصويت في مجلس الأمن بالنسبة لسوريا؟ نظر إلي وقال لي هل تنظر إلينا كأننا أغبياء؟ بكل تأكيد بعدما فعلوه بنا في ليبيا بكل تأكيد يعني. وهذا ما أشعل الحرب الباردة. لأول مرة الصين وروسيا يستعملان حق النقد مرة وثانية وثلاث 5-6 مرات يعني. وهذا لا يعني أن روسيا والصين متفقتان دائما على بالنسبة لشبه. هذا هو سؤالي يعني. امتنعت الصين. الخلل في التوازن. عندما نتحدث عن أوروبا لا نتحدث عن كيان واحد، لأن المصالح مختلفة. هل هذا التحالف الاستراتيجي أو سميه التقارب الاستراتيجي بين فرنسا والصين يمكن له أن يعزز هذا التوازن أم يخل بالتوازن؟ يعني ماكرون مرتاح جدا لزيارته للصين. في النهاية هو وجد يعني وافق شن طبقة، وجد فعلا يعني مكان غير مرغم أن يتحدث في قضايا حقوق الإنسان. بالنسبة للصين ليست لديها نفس الثقل أو الإرث التاريخي مثلا الجزائر أو المغرب أو العلاقة كذلك ما بين المغرب أو تونس. يعني ليست هناك حساسيات سياسية مهمة جدا، فقط اقتصاد. المواطن الفرنسي العادي عندما يتحدث عن الصين يتحدث عن مصنع العالم، يتحدث عن التجارة إلى غير ذلك. ولذلك يقول إنه هو ليس لديه أي عقدة بأن يعود كل سنة على الأقل مرة في السنة. يعني ممكن يروح مرتين في السنة وتصبح فعلا محج بالنسبة للرئيس ماكرون. ثم في نفس الوقت هو في النهاية يتحرر من العديد من العقود، يعني من القيود عفوا، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو مع الدول الأخرى. في النهاية هو مستعد أن يقوم بعمليات بصفقات تجارية، بعلاقات تجارية، علاقات ثقافية. وأنا أريد أن أذكر النقطة أنه الزعيم الصيني يقولون عنه الصينيون أنه هو متشبث قيم المجتمع، يعني زي ما احنا نقول قيم مثلا المجتمع المسيحي، كذلك هو كذلك متشبث جدا بقيم الصين التقليدية القديمة. بالتالي أعتقد أنه ماكرون يمكن يستعمل كذلك الصين كورقة استراتيجية مهمة بالنسبة له داخل فرنسا وكذلك داخل الاتحاد الأوروبي. فينا يقول أن لدي اتجاهات أخرى ولدي حلول أخرى، لدي بدائل أخرى مهمة جدا في اقتصاد فرنسا وكذلك بالنسبة للعلاقات الدولية أمام الولايات المتحدة الأمريكية. نقطة مهمة كذلك أمام روسيا. يعني روسيا دائما ترى بأن الصين هي الدولة الحليفة لها وأن مواقفهم الاستراتيجية نفس المواقف. وبالتالي ماكرون يريد أن يكسب الصين ليس فقط اقتصاديا وثقافيا وإنما كذلك على المستوى الدولي. كسب الصفقات في الصين سهل لهذا الحد يعني؟ لا، ليس بالسهل، لكن هي المقاربة الصينية مختلفة. يعني الصين اليوم صحيح تحدثنا على أن أكبر مستثمر في العالم، لكن هي في نفس الوقت هي أكبر دولة جالبة للاستثمار في الصين. يعني 28% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة كلها تذهب للصين. لماذا هذا الاهتمام بالصين؟ لأن الصين هي الدولة أولا التي تجد فيها استقرار سياسي لا يمكن أن تجده في دول أخرى بحالة يعني الجمود. والنقطة الثانية هي مسألة السوق الصينية. يعني السوق تمثل نسبة كبيرة من مليار. صحيح 1.5 مليار، فنسمات كبيرة، عدد مهم من المواطنين وسوق مهمة بالنسبة للشركات. أنا أضيف على ما قيل هي مسألة جد مهمة، هي كذلك النشاط الدبلوماسي الصيني يعتمد بشكل كبير على الملحق الثقافي. الملحق الثقافي له دور كبير من حيث أن مسألة نشر اللغة اليوم منتشرين فيها بشكل كبير. هناك معاهد لتعليم اللغة، هناك معاهد حتى شارلز نافور البارح على القناة الثانية يقول أنه يخصص كل ليلة ساعة لتعلم اللغة الصينية. اليوم في فرنسا هذه أصبحت يعني اليوم من أكثر اللغات اللي يتم تعليمها حتى بالنسبة للجامعات. أضيف على مسألة العلاقات وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، أنا أظن أنه ترامب حاول في بداية ولايته أنه يجد تقارب مع روسيا بشكل كبير، خاصة تقارب مع بوتين في مسألة لعزل الصين نسبيا عن روسيا، لأنه يدرك أن الصين
هو خاسر مع الصين من حيث التبادل الاقتصادي، واذكر انه يعني انتقد بشكل كبير مساله الاستفاده اليوان من التعامل مع الدولار في التبادل التجاري، وحاول بشتى الوسائل ان يتم يعني ايجاد طرق للتعاون مع روسيا في محاوله الى عزل الصين، باعتبار انه هي الجائزه الكبرى، هي الخطر الحقيقي، لان هي الخطر الاقتصادي، هي الخطر الذي لا يمكن يعني السيطره عليه بشكل كبير. وانا اظن هذه النقطه تم ادراكها حتى فرنسيا. يعني اليوم هذه الزيارات المتتابعة والتعامل الحذر لماكرون مع كل هذه الدول التي لها حساسيات وحاجزات سواء سياسية أو عسكرية أو حتى استراتيجية. في عيد الإعلاميين عندما قال أنه في النهاية سياسة ترامب هي من السياسات التي ستؤدي إلى المشاكل صحيح. في المنطقة. وصف بأنها اندفاعية، أن فيها نوع من يعني أول مرة يعني صراحة العاطفية، تغليب نوع العاطفة. ورأينا هذا يعني خاصة في قضية إيران مؤخرا، يعني تظاهرات إيران، التعليقات الأمريكية هي أقرب للعاطفة أكثر من أقرب للعلاقات الدولية. يعني لم يتم مناقشة التظاهرات الإيرانية بشكل جيوسياسي أو بشكل اقتصادي، لا، كلها بمنطق أنه العاطفة الاندفاعية. وهذه نقطة أنا أظن أنه ماكرون اليوم دبلوماسيته لا تعتمد على القوة الفرنسية المعتادة، لكن هو يحاول الاستفادة من أخطاء الولايات المتحدة الأمريكية. ربما أخطاء ترامب قد تكون بوابة بالنسبة لماكرون للحصول على مكتسبات دبلوماسية، ولكن قطيعة مع الماضي بهذه السياسة المكرونية على الأقل في الكلام. بكل تأكيد هناك أنا سألتك عن الكلام ولكن عن الفعل، لأن هذا يعني يحتاج إلى حجم فرنسا، يعني سواء في العلاقات الاقتصادية مع الصين أو مع الولايات المتحدة، تبقى ألمانيا هي طبعا صحيح هما حجرا الأساس. ولكن سياسة الولايات المتحدة للفصل لدق اسفين بين روسيا أو الاتحاد السوفيتي آنذاك والصين ليست جديدة، وأيام كيسنجر، ونحن نشهد زيارة نيكسون الشهيرة إلى الصين، ولكن كانت فرنسا هي المبادرة، كانت أول دولة غربية تعترف بالصين الشعبية. ولذلك فإن صورة فرنسا وصورة دوغول في الصين قبل 64 سنة يعني، والخطأ الذي شاهدناه خاصة في عهد أولاند، يعني عندما فرضوا عقوبات على روسيا بسبب الأزمة في أوكرانيا، في حين أن كان هناك مجال للمفاوضة، ورأينا أن بعض القوى النازية استفادت من ذلك، ودول تنادي بالديمقراطية أيدت انقلاب بكل معنى الكلمة، لأنه كان هناك اتفاق بين الدول الأربعة لاستقالة الرئيس آنذاك وإجراء انتخابات. فإذا بنا نشهد انقلابا تؤيده الولايات المتحدة وتنجر وراءه ألمانيا وفرنسا وتتضرر اقتصاديا من ذلك. أعتقد أن سياسة ماكرون، وكان آنذاك مستشار اقتصادي لأولاند وكان ثم وزيرا للاقتصاد، أعتقد أنه فهم كل هذه الأمور، لذلك كان لابد من تغيير هذه السياسة. وكانت استقبال أردوغان منذ يومين في فرنسا دليل على هذا التحول التدريجي في السياسة الواقعية الفرنسية. لا أخ توفيق، يعني الابتعاد عن الكتاب الأحمر سهل المأمورية لماكرون جدا. لا هو لو كان ماو تسي تونغ حيا يعني الكتاب الأحمر من الجانبين، من الجانبين. لو النقطة الأساسية الوضع الاقتصادي في فرنسا وضع صعب صعب يعني جدا. الاقتصاد الفرنسي وضع صعب ولا ننسى. ولو أنه بوادر إيجابية، صحيح، هناك بوادر. عدد السياح الأجانب فقط مش يعني مؤشر وحيد يعني حتى النمو الاقتصادي، يعني انتعاش اقتصادي على المستوى الطويل. لكن أعتقد أنه قضية الاستثمارات الصينية مهمة جدا بالنسبة للرئيس ماكرون، مهمة جدا. يعني في النهاية ماكرون لابد بعد سنة على الأقل أنه نسبة البطالة تنخفض، أنه كذلك النمو يزداد. ثم كذلك أنه حجم أنه يعني ولا ننسى أنه فرنسا هي الزبون الثاني طيلة الحملة الانتخابية، وهذا ما أشارت إليه. لم يفكر أبدا في الصين أبدا، يعني كانت آخر اهتماماتها الصين أبدا. تغير مع وصوله إلى الإليزيه بالضبط. لكن يعني حسب الدبلوماسيين الذي صرحوا بعض الوسائل الإعلام يقولون أنه الصين قامت بمجهود دبلوماسي خارق للعادة حتى يزورها أو يعني قبل انتهاء سنة من موعد وصوله إلى الإليزيه. وهم يحبون بريجيت. هذه الصينيون يحبون يعني بريجيت ماكرون. هذا لا هو أنا مقرأ باريماتش
لا مجله محترمه يعني. مجلة محترمه ومدير عام الجيش خاصة. صحفي يعني يروح لسوريا مهتم جدا يعني بالقضايا العربيه. لا مجله مهمه باريماتشو عندها قراء كبير 1.5 مليون نسخه يعني. القضيه هي قضيه صحيح قضيه هناك وضع اقتصادي يجب ان صحيح ثقافي إلى غير ذلك، لكن ماكرون هو رجل دوله يعني عنده اقتصاد وعنده يعني لابد ان يعني يكون لديه في النهايه يعني بعد سنه على الاقل منتوج جيد ونتيجه ايجابيه بعد وصوله يعني خلاص لبس الزي يعني. للسلطه. لبس زي الرئاسي خلاص. لا خلاص، لا انا اعتقد ماكرون يعني فعلا يعني بعد ضرب 3 أشهر اصبح يعني بدايات الاولى كانت بدايات ايجابيه بشهاده اعدائه. يعني انت لما اعدائه اصبحوا يدخلون يعني في حزبه يعني هذه شهاده الجميع بانه فعلا لغه وشكلا ومضمونا والاستماع للجميع. في نقطه ماكرون في نقطه جيده انه يستمع للجميع، انه يستشير. يقال انه زوار الليل وزوار الصباح باكرا كثيرون جدا في الإليزي. هذا ما ينقصنا، نتحدث ولا نسمع، أو ولا ننصت، أو نسمع ولا ننصت. نسمع ولا ننصت. الشكر في الختام ليونس بالفلاح أستاذ الاقتصاد السياسي، حسن العبيدي أستاذ في المعهد الأوروبي جامعة جنيف. أنصحكم بمتابعة تغريداته عادة ما تبدأ الساعة 7 صباحا لمن يصحى باكرا. ماجد نعمة مدير تحرير مجلة أفريكا أزيا. الشكر لفريق البرنامج، أمسية مريحة للجميع.